ازيكم يا امارات؟ جايبه النهارده اكله تنفع كفطار، عشاء او حتى سناك. هي ليها اسامي كتير حسب البلد المطبوخه فيها، بس بيتقال عليها كاسرول او كراستلس كيش او حتى فريتاتا. بس احنا بقى في مصر بنسميها عجة. الوصفه من مطبخ هيلاري ماير الامريكيه، وعايزاكم تشوفوا ازاي شكلها يخليكم عايزين تخطفوها من الشاشه وتاكلوها. ما تنسوش تاخدوا سكرين شوت للمكونات الظاهره قدامكم. ميزة الوصفة إنها 250 كالوري للقطعة الواحدة، فيها كمية ألياف كويسة عشان الكوسة، وطبعا بروتين عشان البيض، ده غير الفيتامينات A و C والفوليت اللي بنستفيد بيهم. واللي تحب تلعب في الوصفة ممكن تضيف جزر، فلفل ملون، مشروم أو أي خضار تحبه. طبعا هي مستخدمة جبنة قريش مع فتة. احنا ناخد بالنا إن الجبن دي لازم تكون مبسترة، لكن لو عايزين التاتش المصري ممكن تبدلوها بجبنة رومي تخلي طعمها أحلى. كمان لو حابين تعملوا العجة في صواني كب كيكس بيكون شكلها أشيك لما جوازتكم وولادكم ياخدوها معاهم الشغل أو المدرسة. وزي ما انتوا شايفين مش محتاجة أتكلم عن جمالها. مستنياكم يا أمارات الحلقة الجاية مع وصفة غنية وصحية.